مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من الكره العربيه ومتابعتنا دايما لاخبار كره القدم العربيه في كل الوطن العربي. وطبعا بيكون معانا اخر واهم اخبار الكره بجانب رسائل ويعني مشاركات الاعلاميين العرب في كل الوطن العربي معانا من خلال طبعا رسائلهم واخبار جديده بيقدموها عن حاله الكره العربيه في بلادهم. النهارده بنرحب بضيفنا الكابتن خالد قناوي مدرب اللياقة البدنية والتأهيل البدني ولمنتخب اليمن السابق وفريق الفيحاء السعودي وأيضا فريق الوحداد الأردني سابقا، وحاليا مدرب اللياقة البدنية والتأهيل بنادي الزمالك. أهلا بيك معنا كابتن خالد. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب، ويعني إن شاء الله كده يكون رمضان خير على حضرتك وعلى كل طبعا يعني نقول الرياضة العربية. كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير إن شاء الله دايما، والرياضة العربية بخير إن شاء الله. هنبدأ مع حضراتكم أخبار الكرة العربية في الوطن العربي، وهنبدأها مع حدث مهم جدا وتابعناه طبعا يعني بالامس، وهي مباراه منتخب المغرب ومنتخب البرازيل اللي يعني قدم فيها منتخب المغرب مواصله لانتصاراته ومواصله لتاكيده على انه فعلا حاله يعني رائعه جدا من يعني الكره العربيه بتجتاح دلوقتي العالم، وبيحصد على اعجاب ملايين في كل انحاء العالم بعد اداء رائع وفوز رائع على واحد من ابطال العالم في كرة القدم. كابتن خالد، يعني المغرب بعد المونديال يعني قلنا ممكن ما يقدرش ان هو يعيد تاني الفوز على الفرق الكبيرة زي ما عمل في مونديال قطر، ولكن بيفاجئنا المغرب بالامس انتصار عربي امام البرازيل. اولا طبعا احنا ما ننكرش اصلا ان المغرب كان مفاجاه كاس العالم. دي طبعا راجع لبعض اسباب مهمه جدا ومهمه في المساله النفسيه في كره القدم، انه الاحتفاظ بالمستوى اهم من الوصول. يعني المغرب راح كاس العالم وبعدين وكان بيخترق لحد ما راح دور الاربعه وطلع الرابع، يعني مركز ما شاء الله يعني مميز جدا، ما حصلش قبل كده. فالميزه هنا في منتخب المغرب والاداره بتاعتهم والجهاز الفني بتاعهم قدر بنفسيه اللاعيبه دي ان هو يحتفظ بالامكانيه دي، بالاجاده دايما. حافظوا على المستوى ده والليفل ده، نشتغل على ده، وفضلوا شغالين عندهم. وبسم الله ما شاء الله عندهم هم شعب اصلا عنده اصرار، واللعيبه حتى ما بيجوا يلعبونا هنا في مصر بنلاحظ ان هم اكنهم في المغرب مش في مصر. عندهم مستوى ثابت، نفسيه واحده، عندهم قوه مش طبيعيه، اداء مميز جدا. فهم قدروا يحتفظوا على ده من كاس العالم في قطر لحد ما بداوا يعملوا ماتشات وديه تاني استعدادا للي جاي. ولو بصينا في ماتش البرازيل بقى بصفه خاصه، بيلعبوا البرازيل وهم مش هايبين، يجي فيهم جون يتعادلوا يكسبوا، وبعدين لو في وقت كمان كانوا عملوا مفاجاه تاني. فهو ده دي اشتراطات الفرق المميزه، خلاف فرق تانيه راحت وقعت. النهارده يعني واحنا بنتابع كده اداء منتخب المغرب امبارح، وبنتابع كمان تاريخ العرب مع منتخب البرازيل. يعني كان منتخب مصر كان ليه مباراة قوية جدا كمان مع منتخب البرازيل وانتهت بالتعادل، كانت مباراة كمان يعني لو اكيد كلنا فاكرينها طبعا حماسية جدا. لكن ده اول فوز للعرب بشكل عام 2009 بعد 23 مباراة امام منتخب البرازيل. وكانت مباراة طبعا بالامس ودية، ولكنها بتحسب من الفيفا داي، وممكن كمان يعني يبقى ليها يعني نقول مكانه في تصنيف المنتخب المغربي. بص حضرتك، اولا القماشه بتختلف. منتخب مصر سنه 2009 كان تقريبا وائل جمعه وابو تريكه والجروب ده، دي كانت قماشه اي مدرب يشتغل عليها، وكان عندهم كاريزما
وبعدين برضو نفس الكاريزما اللي موجوده في منتخب المغرب دلوقتي. ما بيهبوش حد. لعبنا ايطاليا، لعبنا البرازيل، لعبنا فرق كبيره جدا، عملنا نتائج. يعني ماتش البرازيل ده انا عمري ما هنساه، بتاع منتخب مصر. يجيبوا جون نتعادل، نجيب جون يتعادلوا، وهكذا. وكان الند بالند، لان دي فئه من اللعيبه عارفين يعني ايه ان هو نجم، يعني عارف يعني ايه هو التيشيرت اللي هو لابسه بتاع مصر، فلازم ابقى كده، ابقى لاعب بطولات. فرقه المغرب نفس الموضوع. هم بيلعبوا بانتمائهم. بالظبط. يعني بالظبط. نقطة الانتماء بالظبط. دي هي اللي بتحركهم. مع انهم محترفين، ومع ان المحترف ممكن يكابتن لسه كنت هتكلم في الحته دي. بيخاف على نفسه، بيخاف على رجله، بيخاف تمام. على يعني تمام. صفقاته القادمه. تمام. ولكن تمام. يعني لا، منتخب المغرب منتمي جدا منتخب المغرب غير. كل لعيب احترف بره، جاب الخبره اللي اكتسبها من بره، بدا يوفرها في منتخبه. بدأ يطلع إمكانياته اللي جاي بيها متطورة من بره. بدأوا يعملوا جروب كويس، بدأوا يعملوا إخراج كويس، بدأوا يهددوا لحد ما البرازيل. سفيان بوفال طبعا وعبد الحميد الصبيري هم من يعني نقول نجوم بقى اللقاء، بجانب طبعا كل التحية لوليد الركراكي المدرب المنتخب المغربي. وفي جملة لطيفة جدا ان المغرب بقت من ضحايا وليد الركراكي دلوقتي، دخلت قائمة الضحايا. البرازيل عفوا. البرازيل والله هو مدرب عرف يتعامل مع النجوم دي ازاي. يعني زي ما انا قلت، القماشه بتختلف. ده ترزي شاطر قوي، ومعاه قماشه قدر يفصل منها ويعاملهم المعامله اللي تحسسهم ان هم نجوم قد المسؤوليه. وده اللي مخليه مكمل وبيخلص على اي حد. ودي من صفات المدرب الشاطر قوي. بعد فوزهم على اسبانيا والبرتغال وبلجيكا، دلوقتي البرازيل مش عارفين بقى مين اللي جاي يعني. والله نتوقع بقى اي حاجه. ولذلك انا بقول في مونديال اللي جاي ان شاء الله المغرب هتتاهل وهيبقى ليها مكان، لان هم خلاص خدوا الموضوع بالنسبه لهم. الهيبه خلاص بتاع الموضوع ده ما بقتش موجوده. حتى بعد السنين دي يعني يستمروا على لو عندهم كاريزمة ان هم بيسقطوا، كانوا سقطوا من بعد كاس العالم. او على الاقل اتفرقوا. او على الاقل الافكار اتفرقت، او الانتماء قل. لكن هم ما شاء الله على نفس المغرب كده من زمان، من ايام الزاكي ويحياوي من الثمانينات وهم كده. يلعبوا في القاهرة اكنهم في كازابلانكا، يلعبوا في الكاميرون اكنهم في المغرب. الروح واحده، الاداء واحد، الحميه ما عنده ما بيهبطوش. فده مهم جدا في لعيبه الكوره، وانا بتوقع لهم ان هم هيبقوا حاجه كويسه جدا. طبعا كمان الجمهور الحقيقه كان، لا ده حكايه ثانيه ده. يعني كان يعني بطل من ابطال الملحمه دي، واستقبالهم الاسطوري طبعا لمنتخب المغرب في الملعب. و90 دقيقة من عدم التوقف من التشجيع على الإطلاق. ومنتخب المغرب يعني بيرد بقى عليهم بالفوز وبالأهداف. بص حضرتك، أنا من تجربتي في معاشرة الناس دي فترة في الماتشات هنا وهناك، حسيت بأن في ترابط ما بين الجمهور واللعيبة. كويس. تلاقي الجمهور مع الهجمه، تلاقي الجمهور ما بيسيبش اللعيب ذهنه يهرب على طول مع طول ال 90 دقيقه. شيء مش عايز اقول شيء مرعب، لكن هو كرويا مرعب. تشجيع شمال افريقيا مميز، يعني حتى المغرب بالذات راقي، مصر والمغرب الجزائر، يعني احنا حماسيين في التشجيع. انا بس في فروق فرديه كده ما بين الجماهير. يعني المغرب بيختلف. المغرب ال90 دقيقه عارفين بيعملوا ايه الجمهور. وفي ملحمه ما بين اللعيب وبين الجمهور. اللعيب مش باصص للجمهور بس عايش معاه، عشان هم جمهور الدرجه الثالثه يعني. هو ده المغرب كلها كده جمهور درجه ثالثه، كلهم على قلب رجل واحد. وتلاقيهم حاجه تفرق. حتى لو قاعد في الدرجه الاولى تلاقيه بيشجع نفس التشجيع الدرجه كلهم. احنا عندنا ساعات بقى في مصر ما بنلاقيش الجمهور ده، يعني ما هو الجمهور لسه ده مش بيسعفنا بصراحه. ما هو يعني الجمهور اللي بيقعد يسقف كده ده ما ينفعش. لا 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 لا، بص حضرتك، اولا
لو جينا بصينا في الاضطرابات النفسيه للعيب بتحصل له في الملعب من الجمهور. تبص تلاقيه وهو بيلعب، تلاقي الجمهور بقى في حميه يخلي اللعيب ينتبه دايما ودايما، حتى لو الجمهور جمهور خصم، بس هو في لعيب كده الكاريزما بتاعته كده مع الجمهور بيتحمس، اي جمهور بقى. فما بالك لو الجمهور بتاعي انا محبط. يعني ممكن لاعب يتحمس على تشجيع جمهور الخصم؟ طبعا دي بتحصل؟ طبعا يعني انا اتكلم عن نفسي. انا شخصيا مثلا واقف بسخن فرقه كويس، فرحنا بلد مثلا احنا ما لناش فيها جمهور، ففوجئت ان الجمهور يعني بتاع الخصم كتير جدا، جمهور الخصم كتير جدا، احنا ما عندناش جمهور، بره بنلعب بره. استعنت بيهم بقى عشان تحمس. واحنا نازلين الملعب فالجمهور بيهيص علينا احنا، يعني بيهاجمنا احنا، فدي بتدينا دفعه. انا واحد من الناس كده بتديني دفعه، بيستفزني. خلاص يبقى في حد واخد باله مننا، يعني مراقب تصرفاتنا، احنا هنبقى فين، عايز يوقعنا فلا مش هنقع كده. جمهور المغرب بيراعي الحته دي، ولذلك لما نروح اي مكان المغرب بيلعب فيه تلاقي الجمهور بتاعه موجود. وده لمسته في فرقه تانية في الاردن. الجمهور هو يعني نقطه السر في الموضوع. اكيد، لان الكره للجماهير. لكن احنا عندنا طبعا جمهور مصري جمهور عاطفي شويه، في شويه اللي هم في الحته اللي في الدرجه الثالثه دول تلاقيهم دايما على طول يعني حماسيين وكويسين وبيساعدوا الفرق، وفي ناس رايحه زي ما حضرتك قلتي بتسقف بس كده، فدي اللعيب بيبقى حاسسها، فبيبتدي يحصل له حته الاحباط دي. وده اللي احنا بننادي بيه دايما، الجمهور دايما يبقى رايح يتفرج على الماتش يبقى بحماس وانتماء، عشان اللعيب اللي في الملعب ده ما يتاثرش. وشوفنا رد فعل لما دخلوا عدد كبير من الجماهير في ماتش مصر وملاوي الاخير. طبعا. يعني طبعاً. هو ده الجمهور اللي بنبحث عنه في المباريات المهمه. وبعدين في لعيب جاي محترف بره وجاي يلعب مع المنتخب بتاعه في مصر، اما يلاقي الجمهور محبط وما بيستقبلوش زي اي حد داخل بيت اي حد ما بيستقبلوش كويس بيبتدي يبقى محبط. فالجمهور مهم جدا طبعا. ننتقل دلوقتي الى اخبار الكره اللبنانيه، وفريق العهد بيستقبل المهنئين بلقب الدوري اللبناني. مبروك طبعا لفريق العهد فوزه بلقب الدوري اللبناني الموسم 2022-2023. كان في حفل شارك فيه هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وكان في طبعا يعني بعض القرارات اللي أكدوا عليها، اللي هم يعني هينفذوا طبعا القوانين بعد كده، ومش هيبقى في تساهلات في اتخاذ القرارات من أجل مستقبل الكرة اللبنانية. وكمان كان في طبعا تأكيدات على احترام والتقدير للجميع، وشكروا طبعا كل اللي ساهموا في فوز العهد ب يعني الدوري هذا الموسم. طبعا يعني عايزين نتكلم اكتر كمان عن الكرة اللبنانية، ولكن طبعا نقول خبر كده سريع. حسن مهنا بيعود، لاعب نادي النجم اللبناني، بيعود الى بيروت للالتحاق بتدريبات فريقه قادما من قطر، وكان هو متعرض لإصابة قوية في سبتمبر الماضي، وسافر لقطر عشان يعمل عملية، وانخرط في معسكر خاص من أجل التعافي طبعا على يد مختصين. وكمان هو شكر جماهير وإدارة نادي النجم على وقوفها جنبه في الفترة الأخيرة اللي هي فترة الإصابة. والنجم طبعا هيكون عنده ماتش مهم جدا في ربع نهائي كأس لبنان أمام نظيره الصفاء، وهيتم تحديد موعد المباراة من قبل اتحاد الكرة اللبناني لاحقا. هنروح سريعا دلوقتي إلى بيروت مع زميلنا الأستاذ سامر الحلبي، ويعني هنتكلم مع أستاذ سامر طبعا، أو هو هيكلمنا عن أخبار كتيرة عن الكرة اللبنانية. ولكن نقول لحضرتك أهلا بك كابتن سامر في البداية، وعرفنا كده يعني أجواء بقى الكورة في شهر رمضان في لبنان. هل بيبقى في ماتشات ومباريات ولا بيبقى شكلها مختلف شوية خلال شهر رمضان؟ اتفضل يا كابتن. تحية طيبة لكل مشاهدي ومتابعي قنوات النيل الرياضية. تحية للزملاء في برنامج رياضة أونلاين. في البداية أتقدم
إلى الجميع في الوطن العربي بالمباركة بشهر رمضان الكريم. عاده الله علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والخير والعافية. بالنسبة طبعا للنشاط الكروي في لبنان، يعني حاليا هناك توقف في النشاط. هناك مسابقة كأس لبنان ستستكمل أيضا. الدورات الرمضانية هي التي تغلب عادة في شهر رمضان، هي عادة يعني قديمة في لبنان، في بين الأحياء الشعبية والملاعب الشعبية تقام عليها دورات. طبعا هناك تقرير أعدته يعني يكون بين أيديكم في هذه الحلقة. سأتحدث أيضا عن صفقة حدثت مع نادي النجمة. استخدم لاعب العهد ربيع عطايا. هذا اللاعب يعني الممتاز، لاعب دولي، يعتبر صفقة رابحة لفريق النجمة الذي يدعم صفوفه اعتبارا من هذه الأيام للموسم المقبل. أيضا استخدم اللاعب محمد صادق من فريق البرج. هذا لاعب هداف مهاجم، يعني أن نادي النجمة يريد أن يعيد ترتيب أوراقه ويعود إلى الواجهة. وأيضا بدأ بورشة في ملعبه، إعادة تأهيل الملعب من جديد. أيضا على صعيد المنتخبات، المنتخب اللبناني للشابات وقع في الدور الثاني من تصفيات كأس آسيا التي ستقام في أوزبكستان في مجموعة صعبة مع أستراليا وإيران وفيتنام. ختاما طبعا سأختم مع خبر يعني حزين: وفاة الرئيس الاتحاد اللبناني السابق الدكتور نبيل الراعي في مدينته في صيدا قبل أيام. طبعا هذا الرئيس يعني كان في عهده شهدت الكرة اللبنانية نهضة وازدهار بشكل كبير، إضافة إلى يعني اشتهر هو الثنائي معه رهيف علامة الأمين العام للاتحاد السابق رحمه الله. كان هذا كل شيء. كان معكم سامر الحلبي من بيروت. تحياتي لكم، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في رسالة مقبلة. شكرا أستاذ سامر الحلبي، طبعا الناقد الرياضي والصحفي الرياضي في لبنان. يعني كابتن، يعني نعرف رأي حضرتك في فوز العهد بلقب الدوري اللبناني، مع الوضع في الاعتبار ان كان في مشكلات بتقابل جدا الدوري اللبناني، وكان تحديدا مسألة نقول ان المشاكل اللي ما بين نادي العهد وكمان نادي الانصار كانت بتأثر على الجمهور في الملعب، وبتأثر على مجريات او منافسات مبارياتهم، وكتير المباريات بتتلغي وكتير بيحصل مشكلات. فيعني ازاي قدروا ان هم يخرجوا بقى من اللي بيحصل ده ما بين اكبر فريقين في الدوري هذا الموسم؟ اولا هو يعني احنا ما ننساش ابدا ان النجمه كان هو النجمه الساطعه في الدوري اللبناني. نادي النجمه ده كان هو الحصان الاسود في الدوري اللبناني. فلكن طبعا نظرا لبعض المشاكل اللي كانت بتيجي نتيجه عدم يعني نتيجه التوتر الموجود اصلا على المستوى العام، فده كان طبعا بيخلي الدوري يعني يبقى متوتر شويه. رجعت شويه فرقه النجمه نظرا لبرضه بعض التوتر جوه النادي والتغييرات كده، وبعدين بعض اللعيبه اللي هم كانوا محتاجينها، فده اللي خلى نادي النجمه يرجع. وبدأ فرقه العهد تخوض المساله دي في وسط مشاكل كبيره جدا، خصوصا مع الانصار. حتى الماتش الاخير بتاع الاتحاد بتاعهم حصل فيه مشكله كبيره جدا، الماتش توقف حوالي بتاع يجي ربع ساعه تقريبا او ثلث ساعه. ولحد ما فرقه العهد قدرت تتغلب على فرقه الاتحاد بعد هدوء المباراه بشكل صعب جدا جدا جدا، وفلت نادي العهد ببطوله الدوري دي. يعني رغم ان انا يعني اعرف كويس جدا ان نادي النجمه
نادي طولات، وهو يعني نمبر 1 في لبنان. نادي الانصار. نادي والنجمه هم 3 بيتنافسوا دايما، العهد والنجمه. لا النجمه، النجمه طبعا اكبر. انا بقول النجمه الانديه هي والانصار. انا بقول النجمه ليه؟ لان النجمه اصلا كان يعني مجلب للنجوم المصريه. كابتن حمد عبد اللطيف، كابتن طارق يحيى، كابتن صديق الجمال لعبوا فتره طويله قوي، كابتن هشام ابراهيم راحوا لعبوا في النجمه فتره طويله. فنادي النجمه لو قلنا الدوري اللبناني على طول النجمه تذكر او يذكر اول نادي يعني. ف طبعا العهد والانصار هم يعتبروا ثلاثي تنافسي، لكن كان دايما النجم هو اللي بيعدي يعني. لكن احنا بنتمنى ان حاله التوتر اللي موجوده دي، وخصوصا حصل قريب ان رئيس النادي توفى تقريبا قريب من ساعات، فبنقول لهم البقاء لله طبعا. وما ننساش طبعا ان لبنان دي يعني بصراحه يعني ايقونه قاره اسيا والكره العربيه. طبعا كنت سمعت برضو ان في عندهم لعيب هايل جاله اصابه صعبه جدا، كسر في انكل رجله في الكاحل. فطبعا بتمنى يعني ان هو يكون حسن مهنا طبعا عارفه طبعا. لعيب رائع، وده من ضمن الاسباب اللي خلت نادي النجمه تراجع لاصابه لعيب زي ده. والحمد لله هو عاد بس بعد ما عمل العمليه كبيره شويه في قطر. كسر في الكاحل، في مفصل الكاحل. دي طبعا دي اصابه صعبه جدا طبعا. دي مصابه زي الصليبي ولا لا اصعب من الصليبي؟ الصليب اصل عباره عن رباط بيتقطع وبيتلحم وخلاص وبياخد فترته كده، لكن الكسر ده عباره عن بيبقى كسر في عظمه الكاحل من تحت في القدم. ممكن الكسر ده يبقى ظاهري، ممكن يبقى داخلي دي بقى بيضطر ان هو بقى بيثبت بقى 3 شهور، بيبتعد في شهور 3-4 شهور، ممكن يبقى 3-4 شهور، وبعدين لسه بقى ولذلك راح قطر. نلاحظ ان قطر بتذكر كتير قوي في حته الاصابات دي. حتى عندنا الونش لما سافر راح عمل عمليه بره وراح اتاهل في قطر. ده ليه بقى؟ والله هو صار لهم تقدم بقى في موضوع الطب. والله هو يعني اعيد الكلام تاني لان انا تقريبا قلت الكلام ده قبل كده. هو في مصر هنا في اعلى تقنيه في التاهيل البدني، ولكن حته التفرغ للمساله دي بيفضلوها بره. وانا من وجهه نظري قلت قبل كده ده شو، لكن في مصر هنا ما اقدرش يعني اللي انا شفته بعيني، انا ما اقدرش اقول ان مصر ما فيهاش تقنيه عاليه في التاهيل البدني، بالعكس. لكن مش قادرين نستغلها صح؟ مش قادرين، مش قادرين. هي بس حته انا مين فهتعالج فين. بس ما ينفعش لعيب ياخد 60-70 مليون ويروح يتاهل في شارع فيصل. فلا ده راح في الحته الفلانيه. لكن انا بقول يعني بصراحه، وكل الدول العربيه كلها عارفه ان مصر فيها دكاتره على اعلى مستوى ومعروفين في الطب الرياضي ومعروفين عندهم خط انتاج طبعا اكيد. هنروح دلوقتي طبعا نتابع يعني اخبار برضو الكره اللبنانيه، هذه المره طبعا مع كابتن عدنان بليق لاعب الانصار الدولي السابق، واحد طبعا من المنضمين الى جمعيه قدامى اللاعبين. هيكلمنا عن اخبار يعني الدوره الرمضانيه اللي بينظموها حاليا في لبنان، وبنرجع مره ثانيه. تحية لقناة النيل الرياضية من ملعب بيروت البلدي من رابطة قدامى اللاعبين الدوليين. نحن اليوم بالملعب البلدي إن شاء الله. الافتتاح حيكون يوم الجمعة الساعة 2:30 بالملعب البلدي. وهي الدورة دورة شعبية رمضانية. نحن ساهمنا كرابطة لإنجاحها، وكان أضفنا اسم الكابتن الراحل الكبير كابتن عدنان الشرقي على اسم هالبطولة، إضافة لعميد المدربين كمان كابتن أبو طالب. وأهم شيء بهالدورة هو إنه هي موجودة على الملعب البلدي.
اللي صاروا فترة طويلة متوقف عن العمل. إن شاء الله تعالى نحن هدفنا إعادة تأهيل هالملعب لترجع الحياة لهالملعب والروح لجماهير كرة القدم اللبنانية. نتمنى من الكل يساعدنا بهذا الموضوع، يحضر معنا الدورة والافتتاح لحتى نرجع نحن وياهم سوا نرجع نعيد تأهيل هذا الملعب إن شاء الله تعالى. نحن هيدي الدورة الأولى بعد وفاة الراحل الكبير كابتن عدنان الشرقي. هاي دورة من الدورات ومن تنظيم الدورات اللي حنساويها إن شاء الله. هي رمزيتها برمضان، هي دورة شعبية، هي دورة شعبية محلية، ولكن نحن إن شاء الله بالمستقبل حنعمل دورات باسم الكابتن عدنان الشرقي اللي هو مدربي وحبيب قلبنا كان وكان رفيق الدرب. نحن كنا على أيامه وهو دربنا وهو وصلنا للمستوى اللي نحن كنا فيه. هذا اللي عم يساويه كثير قليل. كمان طبعا يعني بنتقدم بخالص التعازي للكرة اللبنانية في وفاة كابتن نبيل الراعي رئيس الاتحاد اللبناني السابق لكرة القدم. والحقيقة أيضا كان بيشارك كابتن نبيل في إقامة هذه الدورة الرمضانية اللي هتنطلق بإذن الله يوم الجمعة، ولكن طبعا القدر لم يمهله لي يعني انطلاق أو رؤية انطلاق هذه الدورة الرمضانية. الحقيقة كمان ان يعني دكتور نبيل الراعي كان يعني من نقول مشاركين اعلاميا معانا في الكرة العربية. الحقيقة كان ليه رسالة سجلها بالامس وارسلها لينا لاذاعتها النهارده، وطبعا يعني من مفارقات القدر اننا نذيع الان هذه الرسالة بعد وفاة دكتور نبيل الراعي، لكن نعتبرها أنها رسالة وداع بيقدمها دكتور نبيل لكل محبي كرة القدم اللبنانية. نتابع آخر لقاء إعلامي لدكتور نبيل الراعي واللي خصه طبعا للنيل الرياضة، ونرجع مرة تانية. أنا بمصر دعيوني هن مصر من شان يعملوا مباريات ويمرنوا لعيبة المصاربة والعرب كلياتها لينقوا من كل بلد واحد. ما في هيدا 4 وهيدا 5 وهيدا 3 وهيدا 6، واحد من كل الوطن العربي. طلعت أنا من فضل الله، طلبوني هنيك محمد لطيف هيدا، ورحت على مصر. عرفت كيف؟ والريس جورج راح معي، الياس جورج تبع طرابلس راح معي لهنيك. بس كنت أنا مش هقول لك فزعان، وفرق كبيرة كانت موجودة هنيك، شاذلي ومصطفى رياض وعمر النور ويكن وميمي درويش وفؤاد أبو غيدة واللعيبة الكبار. الله عز وجل وتعرفت عليهم وقعدت أنا وياهم وصرنا نلعب عدة مباريات بقلب المصر وبقلب الإسماعيلية. وتوفقت أنا كانت أي سنة؟ 63. بال63 محمد لطيف المذيع الرياضي الكبير اللي كان بمصر، هو أفضل كان مذيع بالعالم العربي كله، طلبني إلي أنا وقال لي البرقاوي هو أفضل لعيب في العالم العربي. ولهلا مشهورة القصة، وكل الحياة اللي عايشين فيها كل العالم بيقولوا لي انتوا هيك على الطريق، كتر خير الله موجودين. أنا لعبت وأعطيت غيري الجويل، بيعرف محمد لطيف، مصطفى رياض وعمر النور وميمي درويش، كل واحد أخذ 3 جوال بالإسماعيلية. الفريق الإسماعيلية اللي ما حدا بيغلبه كان مثل البرازيل بيلعب 3 جوال ب3 جوال. وزاع عني هو، أنا ما سمعت. لو بتعرف أنت اللي عم يزيع، عم يزت على الإذاعات العربية كلياتها، وبقى سمعوا جماعتي تقول النجمة والى اخره. وكنت من فضل الله تعالى عز وجل توفقت يعني بالمستوى. وكان الشكر من مصر ومن تونس ومن المغرب ومن العالم كلياتها، كنت اصدقاء معهم. انا توفقنا الحمد لله.
البقاء لله طبعا للفقيد، ويعني نتمنى باذن الله يعني الفترة القادمة ان احنا نشوف بقى الكرة اللبنانية بتتقدم اكتر. إن شاء الله. هم الحقيقة بيعملوا مجهود وباذن الله يعني نتمنى لهم التوفيق. هنروح الى دلوقتي اخبار يعني الكرة السعودية. واحنا عارفين طبعا ان معظم المنتخبات العربيه دلوقتي بتخوض بقى مباريات الفيفا داي، مباريات وديه مع منتخبات كبيره، ومنتخبات كمان يبقى من الصعب ان هم يقابلوها في البطولات القاريه. يعني مثلا دلوقتي بنشوف المنتخب السعودي بيستعد انه هيقابل منتخب بوليفيا بكره باذن الله على ملعب الامير عبد الله الفيصل. مباراه وديه طبعا ده من خلال معسكر المقام في جده من 28 مارس الجاري. خسر الأخضر الودية الأولى في المعسكر الحالي من فنزويلا بنتيجة 2-1، ونتائج سلبية بتلاحق بقى المنتخب السعودي. في رأيك يعني مع المقارنة كمان ان منتخب السعودية لسه برضو خارج من كأس العالم، يعني عنده نشاط، عنده خبرة المشاركة الدولية موجودة، وأرض الملعب وإحساس أرض الملعب لسه موجود مع اللعيبة. اولا نرجع لكلامنا شويه ان السعوديه والمغرب كانوا في كاس العالم. السعوديه بدات بدايه هايله، كسبوا الارجنتين اول ماتش. هنا بقى الكاريزما بتاعت اللاعب نفسه، كسب فرقه كبيره جدا، فهل هيكتسب القوه دي ويبتدي يقابل اللي جاي بعد كده؟ انك كسبت الارجنتين، فاللي جاي بعد كده مستحيل هيبقى زي الارجنتين. لكن هو اتخض لما كسب الارجنتين، اتخض. بدا الماتش اللي بعديه على طول خسر، واللي بعديه خسر، واللي بعديه خسر. فده الفرق بقى ما بين نفسيه لعيب ونفسيه لعيب، دوله ودوله. في لعيب بيكسب بيتشحن شحن ايجابي، في لعيب بيكسب فرقه جامده جدا بيتخض يتشحن شحنه سلبيه، يبتدي بعد كده يبقى مرعوب، هو انا مش مصدق نفسه. ولذلك لو بصينا في نتائج المغرب نلاقيه بيكسب من ساعه ما جه من كاس العالم على مستوى واحد ثابت ما بينزلش. السعوديه يعني في 8 ماتشات تقريبا كلهم نتائج سلبيه بعد كاس العالم. بعد كاس العالم طبعا. في هنا طبعا هيلعبوا فنزويلا وكانوا خسروا تقريبا من اسبوع. فده اللي احنا بنقول عليه. هيلعبوا بوليفيا وخسروا من فنزويلا. هم خسروا 2-1 يعني من فنزويلا. وزي ما حضرتك قلت اخر 12 مباراه تحت قياده رينارد ما كانش فيه غير الفوز مرتين. ما دي لا ده مش رقم. ده اولا ده مش لا المعايير كده مهزوزه. مش هل ده معناه ان هيرفي رينار بيقابل مشكله معينه مع المنتخب؟ لان هيرفي كان مع منتخب المغرب كمان محققين اداء جيد. نوعيه اللعيب نوعيه اللعيب، لان اللعيب السعودي بطبعه كويس، يعني عنده اصرار. ده عندهم موهبه جامده جدا. ولذلك هم عندهم حته عدم ثقه. عدم ثقه. بيتخض. اما يجي يكسب حد يعني لو ضرب اسد بالقلم يقول له انا اسف، لا ما يكملش. المغرب بيختلف. كسب في كاس العالم اول ماتش، قام رايح بنفس المعنويات دي بدفعه جديده، قام كسبان اللي بعده لحد ما وصل لحد دور الاربعه. ده يرجع مثلا لان يعني نقول خبره يعني المنتخب نفسه. ممكن يكون اصلا هقول لحضرتك مع ان هو كمان يعني مثلا منتخب السعوديه ايضا بيشارك في كاس العالم من وقت طويل، ويمكن تمام. اكتر كمان منتخب عربي شارك مع المغرب والجزائر. هم التفتوا للحته دي من بعد كاس العالم. ان هم بيغيروا بقى الدم. ان هم بداوا يجهزوا فرقه مواليد 2001 بداوا يجهزوها للمونديال اللي جاي. فواضح جدا ان اللعيبه ممكن يكون سنها كبر شويه، عنصر الحميه عندهم بقى قليل شويه، بقى عندهم املهم بقت طموحاتهم قلت شويه نظرا لانه حاسس ان هو هيبطل. فبداوا من بعد كاس العالم يجهزوا فرقه 2001 مواليد 2001 اللي هم 21 سنه دلوقتي، يعني يبتدوا يعني هم اللي هيخوضوا كاس العالم اللي جاي. فاحنا السعوديه دلوقتي يعني بيحاولوا ان هم
يلصموا في اللي موجود ده لحد ما يستثمروا شويه يستثمر اللي جاي. وده وده مش غلط، هو ده وارد ده في الكوره. كويس. لان السعوديه قعد فتره طويله بيروح كاس العالم وبشكل كويس، وبعدين الليفل بتاعه بيعلى، وبعدين بيثبت سنه، وبعدين بيبتدي ينزل في الحته النزول دي، بيعمل ستوب وبيبتدي يجدد دمه من جديد، ويشوف بقى الفرقه اللي هتناسب الكلام ده. هو يعني يبدو ان هيبقى في تجديد عموما الفتره اللي جايه، لان كمان احنا سامعين ان هيرفي رونار في كلام دلوقتي ان هو احتمال يعني يترك المنتخب السعودي ويروح يدرب منتخب سيدات فرنسا. والله دي بقى بترجع لشخص. هل هيرفي رونار شايفه لا هو يوافق ان هو يعني يتجه كده للتدريب كرة القدم للسيدات؟ لا انا يعني ده بترجع لنفسيه المدرب نفسه، اللي هو يعني ممكن وده اللي انا متوقعه، ما عندوش القدره ان هو يبتدي يناهد بقى مع ملاعب فرقه من اول جديد، او فرقه كبيره وجمهور وبتاع وكده، فعاوز بقى حاجه بقى اللي هو ايه، وخصوصا بقى كره القدم السيدات تختلف تماما، يعني شكل من اشكال الابتعاد او الراحه. بس الوضع يختلف. او يعني تقاعد مؤقت كده. بالظبط. الوضع يختلف، يعني هنا بيقف يزعق للعيب ويناهد مع ده ويتكلم مع ده وضغطه يعلى. في الكره بقى النسائيه هي افعل ولا تفعل. بس ليه كده يا كابتن؟ والله بترجع لحسن احنا برضو يعني المنتخبات النسائيه برضو بتلعب كويس. لا انا ما اقصدش في الاداء ولا تفرقه عنصريه دي. لا انا ما اقصدش في الاداء، انا اقصد يعني انا اما اجي اتعامل مع 11 لعيب في الملعب وضعهم مصيري، وبعدين انا اللي بعد كده بدخل في المؤتمر اقول انا اللي بتحمل، وانا اللي والجمهور ممكن يلفظ منه الفاظ ليه مش كويسه وتهاجم وكده. خلاص بيوصل المدرب لمرحله سنيه مثلا عايز يرتاح بقى شويه، بيبقى مش قادر بقى يقاوم الكلام ده كله. صح. لكن بس ما يقدرش يبطل. فبيروح يمسك مثلا الكره النسائيه، يعني الكره النسائيه مش محتاجه بقى المناهده دي، ما فيهاش الحماسه، ما فيهاش الحمقى دي. ولا يعني. وبعدين اللاعبه عندها حته الطاعه شويه قوي في الملعب غير الولد. الولد ممكن طب هقول لحضرتك على حاجه، يعني ممكن في فرق مدرب متفق على تكتيك معين، خطه معينه، في الماتش شغال، لعيب معين يقول لهم غير الخطه، فالمدرب يبتدي ينحر من بره، انا ما قلتش كده، اعمل كده، فاللعيب يبقى عندي في ند ما بين اللعيب والمدرب في بعض الاحيان. كويس. طب المنتخب السعودي عنده يعني من ناحيه اللياقه البدنيه بقى، عشان تخصص حضرتك والتاهيل البدني، يعني شايف برضو ان النقطه دي عند المنتخب السعودي يعني بتساعده ولا لا؟ لا هو بص حضرتك، هو اللياقه البدنيه، فرقه راحت كاس العالم ما ينفعش تتكلم عليها. لا خلاص هم في ليفل كويس. هم في ليفل كويس، ولكن المعنويه بقى هي دي النقطه. واحد شاطر جدا وبيخش الامتحان ويدخل الامتحان معنوياته تهبط، تلاقيه بينسى. لكن بدنيا هو جاهز، ما ينفعش يروح بليفل وحش، لازم يبقى مكتمل. في المنتخبات العربيه كويس. رايك ايه في الفتنس؟ يعني افضل منتخب في الفتنس بالنسبه للفتنس، بالنسبه للمنتخبات العربيه، والله اللي عجبني المغرب والعراق. الاثنين عندهم عفوا في الكلام، ما اقصدش ان انا بجرح في حد، لكن في حته الحميه بنخوه وبانتماء، ما بيرجعش من الدقيقه 1 للدقيقه 90، ولو في اكسترا تايم بيكمل، ولو في ضربات ترجيح بيكمل، وبعدين بيكسب، وتلاقي اللعيب طالع ممكن يلعب ماتش كمان. ده الفتنس العالي. في لعيب من اول ربع ساعه معنوياته المعنويات بتاثر على الحاله النفسيه، بتاثر على الاداء، تلاقي معنوياته قلت، ولذلك دخلوا حاجه دلوقتي في الجهاز اسمه المعالج النفسي. انت ليه بتهبط وانت بتجري؟ يعني ليه في لعيب بيبقى شارد، واحد يقول اصل انا وانا جاي امبارح العربيه اتخبطت، مش عارف، يعني في احد المشاهير اللي هم الكوميديان شويه، اعلامي برضه، اتكلم عن الحته دي قريب جدا، انا انبسطت جدا فعلا. يعني طيب يعني المنتخبات اكيد الكبيره
زي مثلا المنتخبات اللي شفناها في المونديال، اكيد معظمهم عندهم المعالج النفسي، يعني مش حاجه جديده اوروبا موجوده في اوروبا. لكن في الوطن العربي بشكل عام يعني لازمته ايه؟ وده التقصير. النادي الاهلي بدأ مؤخرا يمكن يستعين بالطبيب النفسي. انا سمعت لكن انا لسه ما شفتش ان في حته كده، لكن لسه مش ولذلك بالنسبه بفضل الله يعني للمنتخبات مش بعمل دراسات عليا دلوقتي في المساله دي عشان الموضوع كده مهم. مهم جدا. ربنا يوفق حضرتك ان شاء الله. ولسه طبعا مع اخبار الكره السعوديه، والدوري السعودي هيكون الرابع عالميا، ده بعد اشاده كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر بالقوه التنافسيه في الدوري السعودي. وقال رونالدو ان الدوري السعودي تنافسي للغايه، وان انه يعني طبعا مش هنقدر نقارنه بالدوري الانجليزي ابدا، ولكن فاجئني الاداء الايجابي وكمان التنافسيه اللي موجوده في الدوري السعودي. ايه رايك في التصريح؟ هو طبعا كلام رونالدو صح جدا جدا، لان لما نيجي نواكب الدوري السعودي ونعيش جواه نلاقي فيه تنافس مش طبيعي بينهم وبين بعض، تنافس مش طبيعي واداء عالي جدا. فطبعا ده لما جه رونالدو لنادي النصر كان هو جاي ومتوقع الكره العربيه بقى جاي السله، يعني انا من مخيلتي انا ان هو خلاص بقى جه، خلاص الموضوع بالنسبه له بيخلص، فجاي بقى ايه يعمل تروتات كده وبتاع، والموضوع اتفاجئ ان الموضوع لا مختلف. لكن هو لما جه يتسأل في الحته دي قال لهم لو فضلوا على كده 4 سنين كمان او 2 سنين كمان هيبقوا الرابع على العالم، لان فعلا هو صح، لان انا شفت ده بعيني، مش بيجامل على لا اصلا شفت ده بعيني، يعني بقى لاعب عن في الدوري السعودي. لا ده ماتشات الهلال والاتحاد، وبعدين ده طلع احنا بقى عارفين، يعني احنا بنشوفها طبعا، بنتفرج عليها حاجات رهيبه يعني. ولذلك نجاح الكره السعوديه بيرتبط بإدارة رائعة. النادي الأهلي السعودي يعني كان في مرتبة عالية، بيلعب في الدرجة الثانية دلوقتي. يعني نادي الشعلة، نادي الفيحاء كان سنة 2011 بيلعب في الدرجة الثالثة. الغريب كمان بقى في الدوري السعودي، دي برضو نقطة غريبة جدا، ان يعني التنافس في الدوري السعودي على الملعب وبين الفرق وفي الجدول وفي اداء الفرق واداء مجالس الادارات عالي جدا، ولكن نيجي نلاقي الاعلام، يعني الناحيه الاعلاميه في يعني عندهم شحن زائد جدا، وبرده في سلبيات بتحصل جامده جدا جدا في ناحيه الاعلام السعودي، وعندهم كمان يعني ايه حته ان مش على نفس مستوى قوة الدوري. يعني دي برضو نقطة لاحظناها. هو طبعا الثقافة مهمة جدا. يعني لو الإعلام المصري بيختلف عن الإعلام العراقي، عن الإعلام السعودي، ومين اللي بدأ الأول، ومين خبرته أعلى، ومين بيتطلع أكتر. هم طبعا اكتسبوا علوم الكورة من أوروبا، بدأوا يرتقوا فيها، لكن في الحتة دي ما زالت المسألة لسه محلية. فالكرة فيها ارتقاء عالي قوي، التشحن الإعلام أو الشحن ده لسه برضه. لأنهم طب إزاي نطور أصل يعني هم عشان تبقى المنظومة متكاملة؟ لازم يشيلوا من نفوسهم حتة القبلية. اتحاد، الهلال، النصر، الشعلة، ده تبع فلان، ده تبع فلان، ده تبع فلان، ده قريب فلان، ده قريب كده، يعني قصه كده قبليه. وده هتلاقيه كتير جدا في الدول العربيه، موجود معظم الدول العربيه كده. في الاردن الوحدات والفيصلي، مش عارف فين. احنا ما عندناش الحته دي يعني. لا مش بتتقسم عندنا محافظات. لا احنا مش قبليين، احنا شعب يعني يعني مختلف عن بعضه، وكلنا يعني كلنا هي عشان طبيعه يعني وجود طبيعه بلدهم كده. يعني فمقصره شويه مع الاعلام بالظبط. يعني واحد قاعد بيحلل ماتش الهلال والشعلة مثلا، والهلال ده نادي تبع القبيله بتاعته، هو تلاقيه وشه يروح مقلوب وكده.
مع ان بيتطلب من المحلل ان هو يبقى محايد تماما، لكن ما فيش الحته دي، ولذلك بنلاقيها دايما في الدوري العربي. وده كويس لان واضح ان الاتحاد السعودي قادر ان هو يسيطر ويفصل النقطه دي على السيطرة انها دي تبقى طبعاً. موجوده في ومنجح جدا الدوري طبعا عندهم. السيطره دي طبعا السيطرة شيء مهم يعني جدا. ان شاء الله كده بنتمنى لهم التوفيق باذن الله. ان شاء الله. ونروح للعراق، ورئيس الوزراء او الكره العراقيه ورئيس الوزراء العراقي بيكرم منتخب الشباب بعد استقبال رئيس الوزراء محمد شاه السوداني بعثه منتخب شباب العراق اللي جاء وصيف لبطوله اسيا تحت 20 سنه. كل التحيه طبعا ليهم، وتاهل في نهائيات كاس العالم في اندونيسيا. وجه طبعا رئيس المجلس الوزراء الشكر والتكريم للاعبين، وقال لهم ان طبعا يعني انجاز رائع وحقيقي وبنفتخر بيه، وانتم مصدر سعاده لابناء الشعب العراقي. تعليق حضرتك؟ زي ما قلت قبل كده هنا ان الكره العراقيه دي يعني الحصان الاسود في الوطن العربي. لو اتفتح لهم المجال محدش هيقف قدامهم. لان هم في الخليج، بطوله الخليج اللي فاتت دي كان الوضع بالنسبه لهم صعب جدا. ولو بصينا على التاريخ للعراق في السنوات اللي فاتت دي كانوا لازم يتدمروا كرويا، لكن خدوا بعضهم كده الكوره كده وطلعوا بره البلد وبداوا محتفظين بالكيان ده وبيطوروه وهم بره. لما رجعوا قاموا راجعين بيه تاني، بداوا يدخلوا بقى بطوله الخليج. ظهروا بشكل أسود بدون مبالغة. فطبعا عندهم هنا المفاجأة كمان فرقة المنتخب 20 سنة أما يتأهل لنهاية كأس العالم في إندونيسيا. ده شكل ده طبعا يعني حاجة مشرفة جدا، وده بيثبت إن هم عندهم وعي كامل بالكرة العراقية، لأن طلع لهم جيل أهو 20 سنة. فهم عندهم اصرار بصراحه، وانا بصراحه دايما بشيد بيهم يعني. هننتقل الان الى بغداد ونستقبل طبعا اتصالنا مع الاستاذ حسين الذكر الكاتب والصحفي العراقي. ومساء الخير استاذ حسين، اهلا بحضرتك معانا. كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم. ويعني قول لنا كده اهم الاخبار على الساحه العراقيه الكرويه نسمعها من حضرتك. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، تحياتنا لمشاهدي قناة النيل وأسرة قناة النيل الأعزاء. أحييكم من بغداد وأنقل لكم رسالتنا لهذا الأسبوع التي تتضمن 3 أخبار. حيث تأهل منتخب شباب العراق دون سن 20 سنة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في شهر مايس القادم إن شاء الله في إندونيسيا، وذلك بعد أن حصل على وصيف بطل آسيا بعد خسارته أمام الفريق المنظم أوزبكستان بهدف مقابل لا شيء، وكان قد حقق نتائج جيدة أزاح من خلالها منتخب إيران وكذلك منتخب اليابان وعدد آخر في التصفيات الأولية. وقد كرمت الجماهير واحتفت الحكومة العراقية ووسائل الإعلام بفوز المنتخب العراقي للشباب الذي يعد تعزيزا لانتصارات الكرة العراقية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد أن حقق بطولة خليجي 25 في البصرة. خبرنا الثاني من خلال مشاركة منتخبنا الأولمبي بقيادة الكابتن راضي شنيشل في بطولة قطر الدولية للمنتخب الأولمبي، وقد حقق الفوز على الفريق الفيتنامي ب3 أهداف مقابل لا شيء، ومن ثم خسر أمام الفريق الكوري الجنوبي بهدف مقابل لا شيء، والفريق الكوري الجنوبي المرشح للفوز بهذه البطولة لقوة ومتانة هذا الفريق العريق. كذلك سيخوض في قادم الأيام مباراته أمام الفريق العماني الشقيق لتحديد المركز الخامس والسادس في البطولة. خبرنا الأخير يتعلق في دوري كرة القدم العراق للمرحلة الممتازة، وذلك الفرق الآن تستعد في حراك ونشاط لمباريات تجريبية للإفادة من التوقف الدوري العراقي بعد يوم مشاركة العراق في يوم الفيفا، والتي سيخوض مباراة أمام منتخب روسيا في مدينة بطرسبرغ الروسية. ستنطلق يوم 30 مباريات الدوري في الجولة 22 من دوري كرة الممتاز إن شاء الله يوم الخميس القادم 30 من هذا الشهر،
ستكون أهم المباريات مباراة القوة الجوية ونادي النجف، وكذلك مباراة أربيل ونادي الكهرباء. والفرق لا زال نادي الشرطة متصدر للدوري، وكذلك القوة الجوية، ومن ثم الكهرباء، ومن ثم الزوراء. هذه آخر الأخبار، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. تحياتي واحترامي. شكرا لحضرتك أستاذ حسين الدكر، الصحفي والناقد الرياضي العراقي. كمان تابعنا خلال الأسبوع ده خسارة الزوراء أمام القرخ بنتيجة 2-3 في المباراة الودية اللي كانت ما بينهم ضمن استعدادات الفريقين لمباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز، هتنطلق مطلع إبريل المقبل. فرصة بقى يعني الأندية كابتن إن هم يعملوا مباريات ودية كده في فترة توقف المباريات الودية للفيفا داي للمنتخبات. لكن كمان احنا يعني نعرف رأي حضرتك في مستوى الدوري العراقي، خصوصا ان الزوراء دلوقتي بيحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة، والشرطة كمان يعني بفرق نقطتين بس عن الشرطة. هو الشرطة طبعا المتصدر، الزوراء بيجي في المركز الرابع، والقرخ بعد المباراة يعني أو بعد آخر مباراة ليه كان في المركز العاشر برصيد 27 نقطة. اولا طبعا الشرطه طبعا كان ماسكها مدرب مصري لسه سايبهم قريب من ايام يعني. هم طبعا بيتصدروا طبعا الدوري دلوقتي. لكن انا بقول مجمل الدوري العراقي ان شاء الله يعني جاي. يعني قريب جدا هيسمع عنه، يعني سمع كويس جدا اما يحصل استقرار اكتر من كده. لان طبعا انديه العراق ما كانتش بتستدعي مدربين مصريين قبل كده. ففي طبعا مدربين مصريين سافروا وعملوا نتائج هايله في الدوري العراقي، حتى من خلال تعليقاتهم على بعض الناس اللي راحت هناك، وجت تعليقاتهم ان التعامل رائع جدا، وعندهم انطباع في تطور بسرعه جدا، وبيتطلعوا في ان هم يكتسبوا خبرات من بره علشان الدوري العراقي يطلع بشكل كويس زي الدوري السعودي كده والدوري المصري وكده. فطبعا الى الان مع النتائج دي تلاقي فرقه الزوراء مثلا كانت في المركز العاشر، كانت في الاول وبعدين بقت في الثالث وبقت في كده. تبص تلاقي الدوري في عندهم حيويه، في شغالين. دايما بعمل سبوت كده على الدوري العراقي، وافتكر التوتر اللي بيتمر بيه البلد عندهم، ومع الاحتفاظ بالنظام في الدوري العراقي. ولكن الدوري العراقي بصراحة او الفرق العراقية بصراحة من ارقى الفرق اللي انا شفتها في حياتي، ورغم لان دايما بقيس على الصعوبات، بيمروا بصعوبات وبرضه اسود ما بيقلوش. فبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نذهب الى الكره التونسيه مشاهدينا الكرام، وطبعا شفنا خبر تعيين كابتن حسام البدري مدرب جديد لنادي الصفاقسي، وهو اول مدرب مصري بينشط في الدوري التونسي. وهيخلف البدري أنيس بوجلبان، انسحب من مهمة الإشراف بعد الهزيمة في كلاسيكو النجم الساحلي ضمن الجولة الأولى من منافسات مجموعة التتويج للدوري التونسي الممتاز. دي المحطة الرابعة لحسام البدري خارج مصر، كان طبعا بيدرب المريخ السوداني، أهلي طرابلس، وفاق سطيف الجزائري. يعني طبعا وجود كابتن حسام البدري في الدوري التونسي رأيك فيه إيه؟ وبرضه بعض الملاحظات ان كابتن حسام البدري ليه مش بينجح في يعني تجاربه الاحترافيه خارج مصر. يعني هو حقق يعني نجاحات اكيد مع النادي الاهلي، لكن خارج مصر ايه اللي بيحصل؟ يعني طبعا شفنا مشاكل برضو حصلت مع وفاق سطيف الجزائري وكابتن حسام، واعتذر او النادي اعتذر وانهوا الاتفاق مؤخرا. العاطفه بتختلف. المدرب المصري ما بيجي يسافر بره بيبقى قاعد في بلد وبيشتغل في نادي مرموق جدا، والاعلام رفعه للسحاب، واول ما يسمع خبر ان منتخب مصر عايزه يروح مقدم استقالته الصبح. المدرب الاجنبي ما بيعملش كده.
بيبقى هناك، واصلا اشتغلت مع مدربين كتير مصريين بره، بيبقى المدرب الغربه بالنسبه له صعبه جدا، لان لعيب الكره المصري لما بيبقى مدرب بيبقى عايش حياه مرفهه جدا، وبعدين مش اي مصري يقدر يبلع الغربه كويس. يعني اللي بيقدر في مجال الكوره بالذات، وهو مجال مرفه جدا، ومع ذلك لعيب الكوره، في لعيب كوره بيسافر 2 3 سنين ويرجع جاري، مدرب شرحه. فهي حته العاطفه بتخلي المدرب ما يستناش كتير، ما بيقدرش يتحمل البعد، لان اصل بصراحه مصر. طب هو ما هو يعني ساب فوق سطيف، ما رجعش على مصر، راح على تونس. ما هو بقى يعني حاجه احسن، يعني حاجه احسن فرصة. بقى، نشوف حاجه احسن. كويس. يعني بس انا بقول له طبعا مبروك طبعا، وربنا يوفقك يا كابتن، وكابتن حسام من المدربين الكويسين جدا. طبعا. لكن حته بس الصبر في مكان. بس كابتن حسام عنده شخصيه، ممكن يكون ما بيتحملش بعض النقد لانه كان لعيب كبير، وكان مدرب كبير، واشتغل مع مانو جوزيه سنين طويله، وكان صاحب بطولات وهو لعيب وهو مدرب. فلما بيجي يسافر بره يعني بيستشعر ان هو عايز يبقى جنرال يعني. كويس. فلما حد بيلوم عليه او بيعتب عليه في مساله، او حتى لو الجمهور مش عاجبه مثلا كده لا فبيزعل. انا بتكلم باحساس يعني، فانا فاهم القصه ماشيه ازاي، وربنا يوفقه ان شاء الله. اخر حاجه بقى سريعا كده كابتن، ماتش الاهلي والهلال السوداني باذن الله في اول ابريل، شايف اللقاء او كلمه بقى يعني للفرقتين، وخصوصا ان احنا شايفين ان الاعلام والسوشيال ميديا الحقيقه مبوظه المواضيع خالص ما بين الجمهور. يعني احنا مش عايزين الموضوع يوصل لكده، فرقتين اخوات اشقاء، فمش لازم الشحن ده يعني يوصل للدرجه دي. احنا بنشوف وصلت يعني مشاحنات بشكل سيء الحقيقه. اولا انا دايما لما باجي اعلق على اي موضوع بعلق عليه من خلال نفسيتي انا للموضوع. فطبعا انا بوجه بس يعني بوجه نصيحه لجمهور النادي الاهلي. بقول يعني اولا لازم نبص الخصم هو مين، دي نمره واحد. نمره اتنين، مفيش مكسب بالعافيه. النادي الاهلي مش محتاج ان هو يكسب بالعافيه. النادي الاهلي فرقه معروفه جدا، وعارفين ازاي يبقوا رجاله في وقت مناسب، وازاي ومش اول مره يوصلوا للبطوله، طول عمرهم بيوصلوا لبطوله وبياخدوها من دول يعني بيبقوا واقفين لهم بالاسلحه، وبيكسبوا هناك بره وبييجوا. فالنادي الاهلي مش محتاج الشحنه اللي السلبيه اللي ملهاش يعني اي مبرر. لكن ده ما يمنعش ان انا اقول ان فرقه الهلال فرقه مش سهله. اما هي برضو جايه مش عاوز يكسب، عاوز يحصل على اول بطوله في تاريخه. هو يحصل يعني هو يقدر يعمل كده. يعني لو الجمهور النادي الاهلي ما حافظش على النادي الاهلي والتوتر هيضيع الفرقه. لان انا قلت قبل كده الفرقه الجمهور هو عصب الفرقه اكيد. فانا بتمنى لهم طبعا كنادي الاهلي كفرقه مصريه انها يعني تشرف مصر، وفرقه الهلال ربنا يوفقهم. دول سودانيين اشقاء ولينا اصحاب طبعا عندهم كتير، واشتغلنا عندهم، وفي لعيبه جت هنا لكن حته نقطه العداء دي انا ما بايدهاش باي شكل من الاشكال. النادي الاهلي كسب بنقول له مبروك ونقول هارد لك للهلال، الهلال كسب بنقول له الف مبروك وهارد لك للنادي الاهلي، والموضوع منتهي. جميل. كابتن خالد قناوي مدرب اللياقه البدنيه والتاهيل البدني طبعا في منتخب اليمن سابقا والفيحاء، نادي الفيحاء السعودي الوحدات الاردني، والمدرب الحالي بنادي الزمالك. بنشكر حضرتك على الوجود معنا في الكره العربيه. شكرا ليك وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن متابعه حلقتنا من الكره العربيه، والى اللقاء.